أول ظهور لنارين بيوتي على التلفزيون كان من خلال مشاركتها في مسلسل إفراج، وهاي الخطوة كانت تعتبر أول تجربة لها بعالم التمثيل. نارين معروفة أساساً كمؤثرة على السوشيال ميديا وصانعة محتوى، لكن دخولها للدراما خلى المتابعين يشوفوا جانب جديد من موهبتها. كتير من الجمهور كان متحمس يشوف كيف رح تكون تجربتها بالتمثيل، خاصة إنها أول مرة بتظهر كممثلة على الشاشة. نارين بيوتي كان عندها حلم التمثيل من وهي صغيرة، وكانت دايماً تتخيل حالها واقفة قدام الكاميرا وموجودة على شاشة التلفزيون. مع مرور الوقت دخلت عالم السوشيال ميديا وبلشت تنشر فيديوهاتها ويومياتها، ومع شخصيتها العفوية والمحتوى اللي كانت تقدمه قدرت تلفت الانتباه وتكون قاعدة جماهيرية كبيرة جداً بالعالم العربي. النجاح اللي حققته على السوشيال ميديا فتح إلها أبواب جديدة وفرص مختلفة، وخلى اسمها معروف عند ملايين المتابعين. ومع الوقت صار حلم الطفولة أقرب للحقيقة، خاصة بعد ما دخلت عالم التمثيل وشاركت بمسلسل إفراج. وبهالخطوة فينا نقول إنها بدأت تحقق واحد من أحلامها القديمة اللي كانت تحلم فيها من أيام الطفولة.